شكون هي الشخصيه الاقرب لخلافه عبد الاله بن كيران، او انت مثلا شكون هي الشخصيه اللي بغيتها تدخل عليها؟ الشخصيه الاقرب لخلافه عبد الاله بن كيران كاين ثلاثه ديال الخيارات. الخيار الاول هو السي الرباح، الشخصيه عبد العزيز الرباح، واستبعده. وكاين الشخصيه الثانيه رميد، لكن الرميد من حيث تكوين ديال نفسيه الرجل قريبه لحد ما لعبد الاله بن كيران. ويعني ارشح بقوه السي الدين العثماني، شخصيه دبلوماسيه سياسيه، شخصيه يعني شخصيه ممكن تكون قيمه مضافه للحكومه. ما يعاب عليه هو انه ليست بشخصيه صداميه اللي تقدر انها تواجه تواجه المعارضه وتوقف يعني في وجه بعض المشاريع اللي ضد يعني المشاريع اللي كتحملها ما يسمى بالدوله العميقه. اللي كيبان ليا هو سميتو سعد الله العثماني، ربما هو اللي غادي يكون. في نظرك الا بدلنا بن كيران بواحد اخر، واش ممكن هذه القضيه ديال البلوكاج الحكومي واش ممكن تحل مثلا؟ غادي تحل الا كان سعد الله العثماني، ربما غادي تحل وفي اقرب الاجال ان شاء الله. والله اعلم باقي هذاك الشيء ما عرف. دابا بنادم ديال ما تعرفش شنو كل واحد وشنو كيبغي، كل واحد شنو كيبغي. انا ما نكتبش لك، كان شي حزب ديال الاتحاد الاشتراكي احسن. الاتحاد الاشتراكي بلاصتو غير هذاك اللي كان مستشار ديال الملك سميتو كاع، لا ماشي الهمه، لا اخنوش ولا جو بلاصتو. فلوس دابا هي اللي كدوي عشيري، ما عندكش فلوس تكمش. ما كيهمناش حنا، وحنا عارفين ان شكون هما اصحاب القرار في هذه البلاد، شكون هما اللي كيديروا الشتاء والصيف، وحنا لا يهمنا. شكون هو الاسم اللي كيبان لك اقرب لخلافه بن كيران؟ في نظرك انت شكون هو الاسم اللي ممكن يقدر ياخذ راسه؟ هو لو غوناغ ديال العداله والتنميه اللي هو عز الرباح.